ببيضة واحدة بس هتعملي الكيكة القمر اللي انت شايفاها دي. 3 طبقات احلى من بعض واطعم من بعض. كيكة سهلة وبسيطة هتعجبكم جدا جدا. اول حاجة معايا بيضة بدرجة حرارة المطبخ، كوباية الا ربع من السكر والسكر يكون لونه فاتح، كوباية من الحليب او كوباية من الزبادي، الفانيليا بتاعتي ومعلقة كبيرة من الخل. هنخفق الخليط بتاعنا كويس جدا بالشكل ده بحيث السكر يدوب معانا تماما. المرحلة دي مهمة قوي قوي. طبعا احنا مستخدمين بيضة واحدة بس، فلازم نخفق كويس قوي معانا بحيث ندخل هواء للخليط ده. ودلوقتي هضيف كده عليه نص كوبايه من الزيت، ولازم الزيت ننزله سرسوب عشان ما يهبطش الخليط اللي احنا عملناه مع بعض. كده خلاص الخليط جاهز معانا تمام. هنبدا دلوقتي نجهز كده المواد الجافه مع بعض. معايا كده كوبايتين من الدقيق، معلقه كبيره من النشا، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. انا بستخدم زي ما قلت لكم كتير جدا كيك شيف، نتيجته حلوه قوي قوي ويخلي الكيكه بتاعتك فاتحه ولونها حلو جدا. خلاص نخلت كده المواد الجافه مع بعضها ونزلت كده بالخليط السائل، وهبدا اقلب بالشكل ده. وكده خلاص الخليط بتاعنا جاهز معانا تمام. هنقسمه كده على 3 بولات زي ما انتم شايفين كده، لان احنا هنخلي كل بوله بنكهه معينه. اول واحده هتكون بالفانيليا، تاني واحده هنضيف لها كده معانا النسكافيه، دوبته كده في معلقه ميه صغيره تمام، وهنضيفها على الخليط دلوقتي. والخليط التالت هيكون بالكاكاو، برضو معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى، دوبتها كده في معلقة مية. هنضيفها كده للخليط زي ما انتم شايفين كده معانا تمام. وهضيف برضو نسكافيه زي ما قلت لكم. طبعا النكهات دي ترجع لكم براحتكم خالص، ممكن تخلوها كاكاو وفانيليا بس او نسكافيه وفانيليا بس زي ما تحبوا براحتكم. كده خلاص انا بقلب كده خليط النسكافيه، وبقلب دلوقتي برضو كده خليط الكاكاو، بحيث ما يكونش فيه اي تكتلات نهائي. ودلوقتي كده جهزت قالب كيك دهنته بالزبده وعفرته بالدقيق، وضفت كده معايا خليط الكاكاو، وبعد كده ضفت خليط النسكافيه، واخر حاجه هنضيفها هي خليط الفانيليا. وهنبدا نعمل شكل كده مع بعض كده من فوق. وعايزه اقول لكم الشكل ده مش مهم جدا، لانه بعد كده ساح معايا في الفرن وما ظهرش معايا. لو حابين تعملوا مثلا الشكل ممكن يظبط معاكم عني انا، مفيش مشكله خالص. في المرحله دي ببدا اشغل الفرن عندي على درجه حراره 180. بدخلها كده معايا في الرف الوسطاني، بتاخد معايا كده حوالي 30 دقيقه. طبعا بنختبرها كده مع بعض وبنشوف الكيك بتاعنا قبل ما بنخرجه. انا بحط ايدي على الكيك، لو لقيته ما شاء الله مستوي معايا كده وخد لون من الجناب، ببدا افتح عليه الشوايه وبيطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. كيكه هشه وسهله ولذيذه جدا جدا وما بتاخدش وقت خالص. وال3 طبقات اللي احنا عملناهم عايزه اقول لكم ميكس رهيب، الطعم حلو قوي قوي. يعني شايفين بيضه واحده بس وهنقدر نعمل الكيكه دي، لو جايلك ضيف على غفله ببيضه واحده تقدري تعمليها، ما خدتش معايا وقت خالص. سهله جدا جدا. طعم الطبقات اللي احنا عملناها حلوه قوي. وطبعا مش هنوقف نفسنا على حاجه معينه، لو مش عندي نسكافيه ممكن نعمل طبقتين بس. لو عندك نسكافيه تقدري تعملي برضه طبقه النسكافيه مع طبقه الفانيليا، او تخليها كلها فانيليا براحتك خالص، او كلها كاكاو. شايفين الجمال؟ الله اكبر، لوحه فنيه حلوه قوي قوي. اتمنى فعلا تجربوها تعجبكم جدا. بكده وصفتي النهارده تكون خلصت. اتمنى فعلا تكون عجبتكم. يا ريت طبعا لو عجبكم تدعموا كده الفيديو باللايك والشير، واشوفكم على خير ان شاء الله.